تعليق تراخيص مشاهير سعوديين بسبب مقلب اعتقال خطير في روسيا. أهلا وسهلا بحضراتكم. أعلنت الهيئة العامة للإعلام في السعودية عن تعليق تراخيص إعلانية وإعلامية لعدد من المشاهير السعوديين بعد نشرهم مقطع فيديو مسيء ومضلل في روسيا. المقطع المتداول أظهر مجموعة من الشباب السعوديين وهم يتعرضون لعملية اعتقال وهمية من قبل ممثلين يرتدون زيا عسكريا روسيا، حيث تم الإمساك بهم ومعاملتهم بقسوة واتهامهم بدخول منطقة عسكرية محظورة للتجسس لصالح أوكرانيا. تبين في النهاية أن الفيديو كان مقلبا مدبرا بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية. اتخذت الهيئة إجراءات صارمة ضد المشاهير المشاركين في نشر، حيث تم تعليق تراخيصهم الإعلانية والإعلامية وفرض غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، ومنعهم من الترويج لفترات قد تصل إلى 6 أشهر. شملت الأسماء المتورطة في الحادثة كل من عبد الله الوداعني شقيق سارة الوداعني وشادن، وهم من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في السعودية. أثارت الحادثة غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثيرون بتجديد العقوبات على المشاهير المتورطين واتهامهم بالأضرار بسمعة المملكة والسياحة الروسية السعودية. تعد هذه الحادثة تحذيرا للمشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي بضرورة الالتزام بالقوانين الإعلامية وتجنب نشر أي محتوى قد يلحق الضرر بالسمعة الوطنية أو يسيء العلاقات الدولية. ده الفيديو مع حضراتكم لحد كده، ومع